المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها افتتاح أسبوع أدوية مضادات للبكتيريا، سمينار لتعزيز مشاركة الشعب في التنمية في حقات، فعالية لأنشطة حماية التربة والمياه في دنقلو، إيبولا يحصد أرواح أكثر من 200 شخص في الكونغو، إسرائيل تقتل 7 في قرى بقطاع غزة، ومقتل 10 أشخاص في انزلاق للتربة في البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. افتتح رسميا اليوم الثلاثاء الأسبوع الوطني لأدوية مضادات البكتيريا بتعاون وزارتي الصحة والزراعة تحت شعار كي لا يكون الغد دون خيار لنستخدم جيدا مضاد البكتيريا. ويشمل الأسبوع الوطني المستمر من الثاني عشر وحتى 18 من نوفمبر الجاري في كافة أرجاء البلاد أنشطة توعية في استخدام مضادات البكتيريا في المؤسسات الصحية والمدارس ووسائل الإعلام وجمعية الصيادلة. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أن أدوية مضادات البكتيريا هامة في العلاج الحديث، لكن الاستخدام السيء وبالكمية الواجبة أدى إلى مخاطر في العلاج. وأوضح وزير الزراعة السيد الرفاعي برهية أن مخاطر مقاومة المضادات الحيوية تكثر، مشيرا إلى أن المؤسسات الصحية العالمية تعمل لمواجهة هذه التحديات بالعمل المنسق لضمان الصحة، وشدد على ضرورة الدفع وتمهيد الأرضية المساعدة لجهود المهنيين العاملين لضمان صحة الإنسان والحيوان والنبات. وذكرت مندوبة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتور جوزفين تامبوزي في رسالة الأمم المتحدة التي قدمتها إن مضادات البكتيريا إذا فقدت الفعالية تشكل ظاهرة تؤدي بالضمان الصحي العالمي إلى المخاطر، ويتوجب الاهتمام بالجهد المشترك لمواجهة هذه المخاطر. وقدم المدير العام لقسم الرقابة على الأدوية والغذاء في وزارة الصحة السيد إياسو بهتا ومسؤول صحة الحيوان والنبات في وزارة الزراعة السيد أفورقي محرة آب قدما شرحا حول خلفية اكتشاف أدوية مضادات البكتيريا وعلاجه المدهش لأمراض الالتهابات والتحديات الراهنة وسبب هذه التحديات على المستوى العالمي وعوامل مقاومة الدواء والاستخدام الجيد للمضادات الحيوية والمبيدات وإزالة الأدوية المنتهية مدتها. وشهدت المناسبة حوارا مشتركا بمشاركة مهني صحة الإنسان والحيوان والنبات حول ضرورة مقاومة أدوية مضادات البكتيريا وجهود الحد منها وتبادل المعلومات السريعة وظواهر كشف مقاومة الأدوية المضادة للبكتيريا. وقال سكرتير جمعية الصيادلة السيد مرقيت الرؤسون في تصريح للرنا أن الأدوية التي كانت هامة في السابق نجدها اليوم تفقد فعاليتها بسبب الاستخدام السيء. وأفاد الخبير البيطري في وزارة الصحة الزراعة السيد إيوب أتقهنس أن المزارعين يقومون باستخدام الأدوية والمبيدات الحشرية للحيوان والنبات دون التعرف جيدا على المشكلة الصحية واستشارة المهنيين. وهذا وينظم الأسبوع الوطني لأدوية مضادات البكتيريا للمرة الثانية في البلاد لتمرير رسائل لعدم إعطاء الدواء المخصص لك إلى الآخرين، وأن الأدوية المضادة للبكتيريا لا تعالج الأمراض الناتجة عن الفيروسات، وأن دواء المضاد للبكتيريا لا يعالج جميع الأمراض. عقد في حقات سمينار بمشاركة المواطنين والمؤسسات الحكومية حول دور المشاركة الشعبية في تنفيذ برامج التنمية. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة الأستاذ سليمان محمد نور أنه يتطلب في مرحلة السلام هذه تأكيد الاستعداد والعمل المضاعف لتقوية جهود التنمية وتطوير الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية وإنجاح برامج التنمية الجديدة، داعيا لتعزيز الجهد في الاستثمار الجاري لبناء الشباب ومحاربة العادات الضارة. وقدم أعضاء المجلس توضيحا في السمينار حول المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى جانب محاضرة من الشرطة بشأن القانون والنظام. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية حقات السيد تخلي هيمنوت مسائلا أن أنشطة تحسين حياة المواطنين وضمان الرعاية الاجتماعية تحقق نتائج مرضية. وطالب السمينار في ختامه ببناء مركز شبابي تعليمي مهني في حقات وبناء مجرى تحويلي للوادي الذي يشق مدينة حقات.
أوضح سكان ضاحية دنغولو بمديرية جندة أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي يقومون بها تحقق نتائج جيدة لحماية انجراف التربة وحفظ المياه. وذكر السكان أن أعمال المدرجات التي قاموا بها في السنوات الماضية ساهمت في الاستقرار البيئي، ويواصلون العمل بالنفير 3 أيام في الأسبوع في مواقع مدروسة عبر المهنيين الزراعيين. وأفاد مراسل إرنا أن المحمية الوطنية في ضاحية دنغولو توجد في وضع جيد نتيجة حماية السكان. قدمت في مديرية سجنيت الجوائز للمؤسسات والأفراد النموذجيين لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير وصناعة المواقد الخالية من الدخان منذ عام 2016. وقدمت الجوائز لمدرسة سجنيت الثانوية للتشجير وكنيسة القديسة مريم وسكان ضواحي ماي سجن وماي قدومة وماي فيت لبناء المدرجات في مقبرة الشهداء، وحصلوا على جوائز تمثلت في الدراجات الهوائية وأدوات النفير وتوليد الطاقة الشمسية. كما قدمت الجوائز لامرأتين في عد بعور بضاحية معربة لصناعة 100 موقد أدحنة والأفراد للتشجير. وقال مدير مديرية سجنية السيد تخل برهان محرة آب وممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد روبيل تسفو أن التشجيع هدفه لإبراز أهمية التشجير والتنمية. من جهة أخرى يقوم مزارع نموذجي بزراعة القمح المحسن في عد تاخوته بمديرية سجنية بالري في مساحة 4 هكتارات، ويتوقع حصاد أكثر من 20 كنتالا من الهكتار الواحد. حققت أنشطة التوعية الصحية للتبرع الطوعي للدم نتائج جيدة لتنمية محتوى بنك الدم في مديرية دك أمحرة. وأفادت الأنباء الواردة من هناك عن التبرع ب 512 وحدة دم في أنشطة التبرع جرت من 27 من أكتوبر وحتى 9 من نوفمبر للطلاب والمعلمين في المدارس الثانوية ومدرسة دنبوسكو الفنية بمدينة دك أمحرة. وقال رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في المديرية سيد قرماي إسيت أن التبرع نتاج لأنشطة التوعية المكثفة، داعيا جميع المواطنين للتبرع الطوعي بالدم. وقد ارتفع التبرع الطوعي للدم هذا العام بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، لقي أكثر من 200 شخص حتى الآن حتفهم في أحدث موجة لتفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت هيئة الصحة الوطنية أن نحو نصف الضحايا من مدينة بيني التي يسكنها 800 ألف شخص، والواقعة شمال منطقة كيبو. وتمكن برنامج للتحصين ضد المرض من تطعيم نحو 25 ألف شخص حتى الآن. ومع ذلك قال وزير الصحة الكونغولي أولي إيلونغا أن الجماعات المسلحة تواصل التحرش بالفرق الطبية في المناطق المتضررة. وفي 6 سبتمبر الماضي علقت حملات التحصين ضد المرض في بيني عندما شنت جماعة مسلحة هجوما في المنطقة استمر عدة ساعات. وتعد موجة تفشي إيبولا الحالية التي بدأت في يوليو هي العاشرة التي تضرب البلاد منذ عام 1976. وفي آخر موجة للمرض قالت وزارة الصحة أنه جرى تأكيد 291 حالة مصابة بالفيروس وتسجيل 201 حالة وفاة. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن القوات الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين في قطاع غزة في ضربات جوية وقارة استهدفت أحد قادتها، بينما قال الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قد قتل. وأدى الهجوم الإسرائيلي والضربات الجوية إلى إطلاق صواريخ من القطاع الخاضع لسيطرة حماس ودوت صفارات الإنذار في المناطق الإسرائيلية على طول الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخين، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات على الجانب الإسرائيلي من الحدود. ودفعت الأحداث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته إلى باريس، حيث انضم إلى قادة العالم لإحياء الذكرى المئوية لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
قتل 10 أشخاص وفقد 4 آخرون في انزلاق للتربة في نيتروي قرب ريو دي جانيرو وفق ما أفادت به السلطات. وأفاد روبرتو روبادي المسؤول عن جهاز الإطفاء في ولاية ريو دي جانيرو عن هطول أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، وأعلن عن حالة من التأهب في نيتروي، حيث دعا السكان للانتقال إلى أماكن آمنة. وعمل عناصر الإطفاء وشرطة ريو دي جانيرو الذين انتشر منهم حوالي 200 في موقع انزلاق التربة طوال النهار لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض بمساعدة عدد من سكان المنطقة. وجرف الانزلاق 6 منازل، لكن أي منها لم يكن مأهولا حسب ما أفاد به جهاز الإطفاء الذي نشر 80 من عناصره. وتواصلت عمليات البحث عن ناجين تحت أضواء كاشفة تغذيها مولدات كهربائية. شارك المئات من الطباخين الأرجنتينيين في مسابقة لدخول موسوعة جينيس وتحطيم الرقم العالمي لأكبر عدد من فطائر البيتزا، حيث قام المشاركون بتحضير 11,000 فطيرة بيتزا في 12 ساعة، أي بمعدل 1500 فطيرة في الساعة الواحدة، محطمين بذلك الرقم الحالي وهو 10,065 فطيرة، والذي كان حققه طهاة في إيطاليا أصل هذا الطبق ومنشئه. وأكد مانويل كامارجو رئيس الاتحاد الأرجنتيني للبيتزا أن إيطاليا سجلت رقما بلغ 10,065 بيتزا، لذا فهم قاموا بطهو 11,000 بيتزا في 12 ساعة، أي بمعدل 1500 بيتزا كل ساعة. ويبلغ قطر كل بيتزا 30 سنتيمترا ونصفا على الأقل. وحضر المنظمون لهذه الفعالية الضخمة 3000 كيلوغرام من الدقيق و3000 أخرى من جبن الموزاريلا، إضافة إلى 3100 لتر من معجون الطماطم و150 لترا من الماء و88 ألف زيتونة. والإعطاء للمناسبة طعما ومغزا إنسانيين يتم بيع كل تلك الفطائر وسيذهب ريعها لمنظمات خيرية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.